تلاقي بقى الشخص اللي بيعمل الدايت او بيبدا يغير المسار ده، يبدا يجيله دوخه، يبدا يجيله هذلان، يبدا يجيله عدم تركيز. ايوه حضرتك، كل الاعراض دي طبيعيه. ما انت حضرتك جسمك كان بدل ما هو بيستهلك الطاقه من الاكل اللي انت بتدخله، بقى بيستهلك الطاقه من مخازن الدهون. غيرت طريقته في استهلاك الطاقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا، او ظاهره بتمر بيها كل الناس حديثين بدايه الدايت، او الناس اللي بتحاول تعمل دايت ولسه بدأوا قريب. الظاهره دي هي ظاهره تحويل الجسم لمسار حرق السعرات من النشويات اللي بيدخلها على مدار اليوم الى الدهون المختزنه جوه الجسم. يعني ايه الجمله اللي احنا قلناها دي وملعبكها كده؟ معناها انت حضرتك لما كنت بتعمل قبل الدايت بتاخد برامج او بتاخد اكل فيه سعرات عالي جدا، فجسمك كان بياخد احتياجاته من السعرات دي، وباقي الاحتياجات اللي فوق احتياجاته من السعرات بيبدا يخزنه على هيئه دهون تحت الجسم. طيب انت لما بدات تعمل دايت او حميه غذائيه مناسبه لجسمك، طبعا انت غيرت الكلام ده، ما بقتش بتاخد غير نظام غذائي مكون من عدد سعرات تتماشى مع احتياجاتك، بل اقل من احتياجاتك 500 سعره، عشان تبدا تخلي جسمك يتجه الى مخزون السعرات او مخزون الدهون الموجوده تحت الجلد. فايه اللي بيحصل بقى؟ تلاقي بقى الشخص اللي بيعمل الدايت او بيبدا يغير المسار ده، يبدا يجيله دوخه، يبدا يجيله هذلان، يبدا يجيله عدم تركيز. ايوه حضرتك، كل الاعراض دي طبيعيه. وانت حضرتك جسمك كان بدل ما هو بيستهلك الطاقه من الاكل اللي انت بتدخله، بقى بيستهلك الطاقه من مخازن الدهون. غيرت طريقته في استهلاك الطاقه، وانت بتغير طريقته بتغير شكلك. ما هو بياخد من مخازن الدهون، البطن، الجناب، الارداف، الدراعات، الظهر، الكبد، كل الاماكن اللي بتخزن فيها دهون بيبدا يتجه لها عشان ياخد منها دهون، عشان يحول الدهون لكالوريز، السعرات. زي ما حضراتكم كلكم عارفين طبعا ان الواحد جرام من الدهون من الفات ايكوال او يعادل 1 كالوريز، او يعادل 1 سعر حراري. فهي دي الفكره. فلازم يا جماعه نكون فاهمين احنا بنعمل ايه. زي ما حضرتك لما بتروح الجيم اول مره، بتلاقي بعد يوم او يومين جسمك مكسر، مش قادر، حركتك ضعيفه، في الم كتير بسبب تكسير الدهون حوالين منطقه العضله. الماسلز نفسها بيكون حواليها طبقه من الدهون. لما انت بتبدا تمارس الرياضه وبتبدا تعمل ستريس على الماسلز دي، بيبدا ساعتها جسمك يكسر الدهون اللي حواليها. ده بينتج عنه الم. الالم ده انت بتحسه في اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، لكن بعد ذلك كل ده بيتلاشى، ما يبداش يظهر تاني. هو نفس الكلام برضو الدايت، اول اسبوع، ثاني اسبوع، اعراض انسحابيه للنشويات والسكريات من جسمك، فبيحصل لك الدوخه، بيحصل لك الهبوط. في اللحظه اللي زي كده انا بمنع كل الناس ان هي تختزل اكلها. ما ينفعش تكون ما بتاكلش، لا، خد وجباتك، خد 3 وجبات، حضرتك كل وجبه 4 وكل وجبه 5 وكل وجبه 6. يا جماعه الدايت مش حرمان، يا جماعه الدايت مش حرمان. خدوا 6 وجبات بس منهم وجبتين بيحتووا على نشويات او الكربوهيدرات اللي هي الفطار والغداء، والثلاث وجبات الزياده عليهم يكونوا من غير نشويات، يكونوا بروتين وسلطه، يكونوا حاجات بتتماشى مع احتياجاتك. هو ده اللي انا عايز اقوله، ان انت تقدر تاخد وجباتك والزياده عن وجباتك بدون ما تضر جسمك. بس الزياده ده لازم يكون بروتين، لازم يكون الياف، لازم يكون حاجات سعراتها اقل بكتير من الحاجات الرئيسيه. وخد في الفطار والغداء بتاعك نشويات. يبقى احنا كده حلينا مشكله الدوخه. والله انت بتعاني من الضغط، ضغطك بيوطى اثناء ممارسه الدايت، ابدا ظبط موضوع الضغط. والله حضرتك عندك انيميا، عملت الدايت بدا اعراض الانيميا تظهر، ابدا خد حديد، عالج الموضوع، ما تسيبش نفسك. لكن ما تستسلمش تقول يا دكتور انا عملت دايت اسبوعين 3 اسابيع بس جات لي دوخه، تعبان، مش قادر اكمل الدايت يا دكتور. حضرتك دي اعراض انسحابيه. انت كنت بتدخل سعرات كتيره، جسمك كان بياخد احتياجاته والباقي كله يخزنه على هيئه دهون، بيغير شكلك وبيبوخ لبسك وبيغير التناسق الشكلي ليك كله، فكان بيضرك. انت حاليا خليته يعتمد على مخازن الدهون، يبدا يصفي جسمك كلها من الدهون عشان يغير الطريقه. يبقى احنا حولنا مسار الجسم من حرق السعرات الحراريه عن طريق الانكم اللي داخل، الى حرق السعرات الحراريه من الدهون المختزنه في الجسم. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. لو عندك مشكله الجا لطبيبك المعالج واساله. لو انت بتمر باي حاجه غريبه في الدايت، ارجع للناس اللي عندها المعلومه العلميه علشان تفيدك. شكرا.